سائل: ما حكم شرب الماء بالنسبة للصائم أثناء أذان الفجر؟ لأنه سمع حديثا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. شيء حلو. في عندنا حديث: إذا سمع أحدكم إيش؟ النداء، نداء الفجر، والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال بيصيح الله أكبر، بتم عم يأكل وبتم عمال بيشرب لبين ما يقضي حاجته. والدليل على ذلك هذا الحديث. أنا على ثقة أن الأخ السائل رأى مقطعا فيديو، يعني عالم يتكلم هذا الكلام، وسامحوني أن أقول في ذلك مغالطة على الأمة من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون. طيب، الآن هذا الحديث الشريف، ربي جل وعلا قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تم تاكل تشرب لبين ما يحين وقت أذان الفجر الصادق الذي قال فيه تبارك وتعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طبعا ما تسوي مثل ما سوى واحد يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، جاب خيط أبيض وخيط أسود وبده يشوفه، وبعدين في الظلام ما رأى. قال له لسيدنا النبي، قال: إني أراك عظيم القفا، يعني ما استوعبت. ليس المقصود في هذه الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ليس المقصود أنه نجعل خيطان، إنما هو طلوع الفجر الصادق. وطلوع الفجر الصادق الآن في الرزنامات والتواقيت كلها صحيح بفضل الله جل وعلا. فبمجرد أن يطلع الفجر بدك تتوقف عن الطعام. طيب، وهذا الحديث: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، قال هذا لمن كان يؤذن قبل الفجر الصادق. طبعا تعلمون أن الأذان في صلاة الفجر أذانان: الأذان الأول من أجل إيقاظ النائم من أجل أن يستيقظ لصلاة التهجد، وإعلام لمن كان قائما أن يرتاح قليلا. والنبي عليه وآله الصلاة والسلام قال: إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل طلوع الفجر الصادق، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كل واشرب. إذا أذن ابن أم مكتوم بدك تتوقف مباشرة. لذلك عند جمهور الفقهاء وأصحاب المذاهب الأربعة المتبعة في العالم الإسلامي، بمجرد أن تسمع المؤذن مؤذن الفجر قال الله أكبر، ما كان في فمك ينبغي عليك أن تلفظه، ولا يجوز لك أن تبتلعه، وإلا فقد أفطرته. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.